ازاي قدرت ان انا اجرب الشات جي بي تي وانا في مصر وهو اصلا مش متاح عندنا؟ كل اللي انا عملته ان انا دخلت على جوجل وعملت اكستنشن في بي ان، اي في بي ان مش هيفرق، بس انا اللي جربته كان اسمه زين ميت. بعد كده عملت اللوكيشن بتاعي المانيا لان هو متاح الشات جي بي تي في المانيا، وهتقوم كاتب على جوجل الاي بي لوكيشن وهي هتخش على اي موقع وتاكد ان اللوكيشن بتاعك معمول فعلا في المانيا، مجرد بس حركه تاكيديه. بعد كده قمت داخل على تشات جي بي تي وقمت عامل ساين اب ودخلت ايميل وباسورد. الايميل ممكن انت تدخل الايميل بتاعك او انت تخش مثلا على موقع زي تمب ميل وتاخد منه ايميل وهمي، مش تفرق في حاجه. بعد كده هيبعت لك فيريفيكيشن كود، لو انت من تمب ميل هيظهر لك، ولو هو الايميل بتاعك تخش على جيميل وتجيب الكود عادي خالص وتدخله. بعد كده بقى هيطلب منك رقم تليفون، وهنا بقى التركايه، لان انت لو دخلت رقم تليفون مصري هيقول لك لا معلش الخدمه دي مش متاحه في بلدك. طب هتعمل ايه؟ انت محتاج كده رقم تليفون يكون من بلد بره مصر. فبكل اختصار هتخش على اللينك اللي انا سايبه لك في البايو، هيكون في برنامج، هتحمل البرنامج ده. مبروك عليك كده يا معلم، شات جي بي تي اشتغل عندك.